السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله اول مره غادي ندير السمن الحر في الدار، بغيت نشارك معكم الطريقه. خديت هنايا واحد الكاسرونه، درت فيها الماء ودرت فيها واحد الكميه تاع الزعتر ودرتها كتغلي فوق البوطه. غادي غير طلع فيها الغلي وغنطفي عليها، ماشي غادي نخليها تبقى تغلي 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 بزاف. هنا خديت هذيك الزبده اللي عندي، زبده بلديه، وضروري خاصنا نغسلوها البنات من هذاك اللبن اللي تيكون فيها. و راكم غتلاحظوا الماء كيولي بيض ملي كنبداو نغسلو فيها. هنا الزبده راه مع الحال بارده البنات، كما عارفين الجو ديال هاد الايام راه شويه قاصحه، ما كانت لا في الثلاجه لا في والو، ولكن قاصحه. المهم شويه غتعذبني ماشي مشكل، نحاول معاها. ماشي بحال الصيف شويه كتكون طريه وكتكون رطبه. صافي هنايا غادي نمعسها واحد شويه وغادي نصفيها في الصفاي باش ما طيح ليا حتى شي شويه ديال الزبده، حتى شي فرتيته ما طيح. صافي وغنعاود الغسله الثانيه بهذه الطريقه، وضروري ما نمعكوها مزيان مزيان بيدينا. نحاولوا نخرجوا داك اللبن اللي في الزبده كامل. كما قلت لكم راه الحال بارد شويه كتعذب، ماشي بحال الصيف كتكون رطبه. دابا شويه كتمحن في الغسيل. صافي كيف ما تشوفوا الماء راه ما بيضش بزاف، كاينه شي زبده كتلقاي فيها البيوضه بزاف، اما هذا شويه الماء شويه كيخرج لينا نقي ماشي بيض. هذه الغسله الثالثه. كنبقاو بنفس الطريقه نديروا الغسلات حتى كيبان لينا داك الماء تنقى وما كيبقاش فيه ديك البيوضه ديال اللبن. صافي وديك الساعه كنعرفوا ان الزبده ديالنا راه ولات جاهزه ولات نقيه. كيف ما قلت لكم انا راه اول مره غادي ندير السمن، كنت كديرو غير الوالده ولا اختي الكبر مني. صافي دابا اول مره غادي نعتمد على راسي انا ونملح شويه ديال الزبده وندير السمن في داري. حاجه ملي كديريها بوحدك في الدار كتحسي بواحد شي حاجه اللي زوينه. اول حاجه كتعرفي راسك اشنو دايره، حاجه نقيه من صنع يدياتك، وفي نفس الوقت تتولي معتمده على راسك. صافي بنفس الطريقه كنمعكوها مزيان ديك الزبده، نخرجوا منها داك اللبن كما قلت لكم. هنا كنعجنها باش ضروري حيت راه عصبتني، عرفتي قاصحه ماشي رطبه. وهنا راني مزربه البنات الفيديو، ما تقولوش راه دغيا دغيا تنحيدها، راني مزربه الفيديو باش ما يكونش طويل. صافي هذه هي الغسله الاخرى. هنايا غادي نسقطرها مزيان مزيان من الماء. وهنا من بعد ما غلا ليا داك الزعتر خديته صفيته في هذه القرعه ودرت عليه معلقه كبيره عامره مزيان ونص ديال الملحه الحيه. هنا ما كنديروش هذيك الملحه ديال الباكيه، كنديرو ضروري الملحه الحيه، هي اللي كتجي مزيانه. كنحركوه وكنخليوه حتى كيبرد مزيان هذاك الماء ديال الزعتر وتطلق لينا ديك الملحه. ضروري من هذه العمليه داك الماء خاصو يكون بارد ديال الزعتر. صافي وكنفرغوه هنايا كامل على هاد الزبده، وكنحاولوا نعاودوا نخدموها تاني مزيان، نمعكوها مزيان هذيك الزبده في الزعتر في الماء ديال الزعتر. وكيف ما قلت لكم هنا راه الفيديو مزرب ماشي ما مخليهش على طبيعته. كنحاولوا نمعكوها مزيان ونفرغوا على داك الماء المملح. وهنا كنخليوها في هذه المرحله هذه كنخليها يومين الا كان عندك الوقت، ما كنتيش زعما تابعك شي خرجه ولا شي مشيه لشي بلاصه. كنخليها هنا يومين في هذا الماء اللي ملحت، نغطيها بحد السلوفان وكنبقى مره نرجع نخدمها بنفس الطريقه. ماشي صافي غير نخليها نغطي عليها وننساها يومين، لا، مره كنرجع نخدمها ونمعكها مزيان بايديا. ضروري كتبغي الخدمه. صافي حتى كدوز ديك اليومين وكتكون هذيك الزبده خدات داك المذاق ديال الزعتر وداك الملحه.
صافي هنا من بعد ما دازت يومين على هاد الزبده، ما درتهاش لا في الثلاجه لا في والو، كما قلت لكم راه الحال بارد بزاف. الا درتها في الثلاجه غتقصاح ليا وغتمحني اكثر من راه محناني. دابا كنحاولوا نعاودوا نخدموها تاني، واخا غادي صافي دازت يومين وخدمناها وعاودنا خدمناها، ضروري تاني نعاودوا نخدموها. هنا خديت هاد القلوشه هادي، يلا خديتها وغسلتها وخليتها عامره بالماء حتى هي واحد النهار، ليله كامله. وصافي كناخذوا الزبده بهذا الشكل، بهذه الطريقه هذه كنحاولوا نلقموها، وفي نفس الوقت كنعصروها من داك الماء بهذا الشكل هذا، وكنديروها في ديك القلوشه هذيك اللي كانت عندكم في الدار موجوده، هي هذيك. ما كانتش تشريوها، ما كانتش ديروها في قراعي تاع الدجاج. المهم الواحد يقضي باش ما كان. المهم ضروري البنات من هذه المرحله كنعصروا الزبده مزيان من داك الماء، كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي هذيك الزبده كامله اللي عندي. هنايا عمرات، حيت خديتها غير صغيره ما خديتهاش كبيره. وهنايا البنات هذا هو الزعتر اللي صفيت من هذاك الماء، احتفظت به ما لحتوش. هنا خديت واحد الفاص ماء معقمه ولا شي توب ديال حياتي، وغندير هذاك الزعتر غير من الفوق، ما درتوش مباشره فوق الزبده. غنديرو بهذه الطريقه هذه باش الا بغيت نحيدو تجيني ساهله. صافي وغادي نسد عليها البنات، غادي نرجع ديك الطرف ديال الفاصمه اللي كتشوفوا، وغادي نسد عليها بالسلوفان وبالالومنيوم، ونديروها في شي بلاصه ما تكونش فيها الضوء بزاف وتكون بارده. صافي ونحتفظوا بهذيك السمينه ديالنا على حساب 6 شهور 7 شهور عام عامين 3 سنين على حسب. المهم غدي لي انا هاد السمينه هذه ان شاء الله باذن الله. ووصلنا لنهايه ديال الفيديو بلا ما نطول عليكم. بسلام عليكم حتى الفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.